السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكلمكم عن واحد أنشأ أول برلمان في المنطقة، كان معروف باسم مجلس شورى القوانين، وكان حائز على ثقة محمد علي وأولاده وأحفاده. هو محمد باشا شريف. اتولد محمد باشا شريف في القاهرة سنة 1826، ودرس في بادئ الأمر في مصر. بعد كده درس العسكرية في فرنسا واتخرج وخدم في الجيش الفرنساوي، وبعدين رجع اتعين ياور لسيف باشا. الكولونيل سيف مؤسس الجيش المصري، أو اللي عهد إليه محمد علي بتأسيس الجيش وتدريب الجيش المصري. وكان محمد علي بيثق فيه جدا، لدرجة إن هو كان بيرسله في مهام للأستانة. وحضر مؤتمر لندن بصفة غير رسمية عن مصر سنة 1840. وفي عام 1854 في عهد الخديوي سعيد باشا عهد إليه بمنصب باش معاون الوالي، اللي هي كان قبل كده منصب الكتخدة. منصب الكتخدة اتلغى، وبعد كده بقى منصب باش معاون الوالي، اللي هو زي منصب رئيس الوزراء. ساعتها ما كانش لسه في نظارة أو منصب النظارة أو الحكومات اتشكلت. سنة 1866 وقتها هو صاحب فكرة، وهو مؤسس مجلس شورى القوانين، اللي هو أول مجلس نيابي في مصر، وكان مجلس برلماني، وهو من أول من رسخ للحياة البرلمانية في مصر. في سنة 1867 الخديوي إسماعيل عينه قائم مقام الخديوي، يعني بينوب عنه لما الخديوي يسافر. في سنة 1868 اتعين وكيل للمجلس المخصوص. المجلس المخصوص ده مجلس بيضم كبار موظفين الدولة والأعيان وكبار رجال الدولة، حاجة كده زي مجلس الوزراء. وفي عهد الخديوي إسماعيل برضه سنة 1879 عهد إليه بتشكيل أول نظارة، اللي هي أول وزارة، أول حكومة تتعمل كان شكلها محمد شريف باشا. ومن ساعتها زود صلاحيات مجلس شورى القوانين بتاعه علشان يبقى في حياة نيابية حقيقية برلمانية في مصر. إلا إن تمت الإطاحة أو تم عزل الخديوي إسماعيل، وتولى بعديها الخديوي توفيق. وعاهد إليه مرة أخرى اللي هو محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة حكومته، واحتفظ لنفسه بحقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وحاول يدي صلاحيات أكتر لمجلس شورى القوانين. إلا أنه هو اصطدم بالخديوي توفيق واستقال ساعتها محمد شريف باشا. وبعد ما استقال حط ايده في ايد العربيين، واتفق معاهم في الرؤية على مواقف كتير زي تغول الضباط الشركس والاتراك في الجيش. تحت ضغط من العربيين تم إقالة حكومة رياض باشا وتعيين مكانها حكومة شريف باشا، أو عهد إلى شريف باشا تكوين الحكومة. ودي تعتبر أول حكومة وطنية تتأسس تحت ضغط وطني. وأول ما أسس حكومته فعل مجلس شورى القوانين على أساس اللي هو عمله في سنة 1866، واداله صلاحيات أكبر. إلا أن هو اصطدم مع العربيين بسبب مناقشة الميزانية. العربيين كانوا عايزين مناقشة الميزانية تكون عامة، هو قال لك لا، ده من اختصاص مجلس شورى القوانين فقط. شريف باشا حط ايده في ايد العربيين، ودول كانوا من الجيش. الا ان هو كان رافض تدخل العسكر في السياسة، او ان هم يتعدوا الخطوط بتاعتهم او يتدخلوا في شغل حكومته او وزاراته. وطلب منهم فعليا الخروج من القاهرة عشان ما يشكلوش أي ضغط على حكومته. وفعلا خرج عرابي ورفاقه من القاهرة. بعد كده الثورة العربية فشلت، وفي ظرف دقيق جدا عاد الخديوي توفيق لشريف باشا بتشكيل وزارته، وقبل تشكيل الوزارة. بس بعد كده استقال بسبب تدخل الإنجليز، وبسبب إن الإنجليز طلبوا منه إن هو يسحب الجيش من السودان، وقال جملته الشهيرة: إذا تركنا السودان فإن السودان لن يتركنا. محمد شريف باشا كان راجل حساس وكان راجل وطني،
وكان بيستقيل كتير بسبب رفض تدخل أي سلطة في سلطاته أو في صلاحياته أو في صلاحيات مجلس شورى القوانين. وفي حادثة شهيرة حصلت سنة 1873 لما هو كان وزير للحقانية، إن لجنة الدين حصل بينها وبين الحكومة خلاف، فاستدعى للجنة للتحقيق، فهو رفض الامتثال، قال لك إزاي أنا أبقى وزير وأتعرض للتحقيق. من أهم إنجازات شريف باشا ووزارته أو حكومته، عمل إنجازات كتير بصراحة، منها أهم إنجاز مجلس شورى القوانين، ده اللي أسس أول حياة نيابية في مصر، ويعتبر في المنطقة بتاعتنا منطقة الشرق الأوسط. ألحق الكتاتيب اللي كانت منتشرة في ربوع مصر بهيكل التعليم، وضع القوانين العسكرية، أنشأت في عهده المحاكم الأهلية، مضى على اتفاقية إلغاء الرق في مصر، مضى على اتفاقية بينه وبين إنجلترا على تسهيل البريد، أنشأت في عهده مدرسة المهندس خانة، وغيرها من الإنجازات اللي تمت في عهده. وتوفى محمد باشا شريف سنة 1884. وبالمناسبة له شارع في وسط البلد اسمه شارع شريف. الشارع ده كان قبل كده كان اسمه شارع المدابر، كان منطقة مشهورة بالمدابر. فالخديوي إسماعيل لما خط للقاهرة الجديدة الخديوية نقل المدابر دي لمنطقة تانية، والشارع دون بقى في منطقة راقية وشارع راقي من شوارع القاهرة الحديثة. وبكده نكون خلصنا لكم حكايتنا، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.